خبر سار للمصريين في الخارج: ادخلوا سياراتكم القديمة. في قرار جديد يسهل بعض الإشكالات على المصريين بالخارج والداخل. قررت الحكومة المصرية تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين بالداخل والمغتربين بالخارج. فقد أصدرت مصلحة الجمارك حمل رقم 42 لسنة 2024 ينص على تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، شرط عرضها على المرور في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه، وذلك في حالة وجود أسباب جديدة للتشكك فقط لدى الجمرك المختص. وقال الدكتور أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن القرار يهدف لحكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة، سواء كانت لصاحبها المالك الأول أو لذو المهم أو المشمولين بالمبادرة المقدمة للمصريين المغتربين بالخارج. كما أضاف أن القرار يستوجب فحص السيارة المستعملة فور دخولها البلاد عن طريق وحدات المرور للتأكد من الشاسيه ومطابقة المواصفات ورقم المحرك والكشف عن حالة السيارة. ألف مليون مبروك لكل المغتربين ولكل ذو المهام الخاصة وذو الاحتياجات الخاصة. تم إن شاء الله الموافقة على دخول السيارات الاستيراد من خارج مصر، ولكن بشرط الكشف عليها في المرور مباشرة فور دخلها البلاد. كده أكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات، وإلى اللقاء في فيديو آخر.